السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 9 من شهر سبتمبر. حلقتنا الليلة سنخصصها بالكامل لزلزال المغرب. نترحم بداية على الشهداء ونأمل الصبر والسلوان لأسرهم وعائلاتهم. زلزال إذن يضرب وسط المغرب، أعداد الضحايا تجاوزت 1000 حتى ظهر اليوم. طبعا هناك توقعات كبيرة بارتفاع هذا العدد. الحصيلة كما قلنا مرشحة للارتفاع لأن أعداد من المصابين في حالة خطيرة. وقف الليلة مع أهلنا هناك لمواساتهم وإيصال أصواتهم لمن يعنيهم الأمر، أكانوا في داخل المغرب أو في الجوار العربي والدولي. نفتح الفضاء أمام المغاربة وكل من يتابع الكارثة حتى من خارج المغرب للحديث عن الأوضاع والاحتياجات، لكننا نعطي الأولوية لمن يتحدث معنا من المناطق المنكوبة. إن تمكن من التواصل معنا نعطيه الأولوية لإيصال صوته واحتياجاته. أقول نعطيه الأولوية حتى لو اتصل آخر واحد. أي شخص يتواصل معنا من المناطق المتضررة في المغرب له الأولوية، وهو يتابعني الآن يا ريت يتواصل، لعل في هذا الصوت أن يحرك ضمائر هنا وهناك إن تمكن من التواصل بالطبع. نرحب بأبناء القرى والمناطق النائية جنوب مراكش، وهي الأكثر تضرراً، للحديث عن حجم الدمار، أحوال الناس هناك ممن نجوا من هذا الزلزال، احتياجاتهم في الليلة الثانية التي يقضونها في العراء، وهل وصلتهم الإسعافات والإغاثات أم ليس بعد، لأنه تعرفون هناك مناطق نائية وعرة، والطرق العديد من الطرق تم قطعها بسبب هذا الزلزال. المغرب إذن مئات الضحايا في أعنف زلزال يضرب البلاد منذ قرن، ودعوات للتبرع بالدم. الأضرار والاحتياجات هذه هي النقاط التي سنتناولها في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية بالتأكيد سنستمر كما قلنا مع زلزال المغرب. أعداد الضحايا كما قلنا في تزايد مستمر، سنضعكم في صورة الحصيلة حالما تردنا أولا بأول. الجزائر تفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات وتعلن الاستعداد لتقديم أي مساعدات مطلوبة متى ما طلبت الرباط ذلك، وهي خطوة الحقيقة مهمة في مسار العلاقة بين البلدين. ما المطلوب عربيا؟ هذا هو السؤال، لأن المسألة ليست متعلقة بالجزائر أو الدول الجوار فقط، الأمة بأسرها ما مطلوب منها. ما رأيكم في هذه الخطوة الجزائرية، وهل تكون الكارثة فرصة ربما للتآزر وعودة الود المفقود بين الجارين الشقيقين؟ وما أحوج الشقيق إلى شقيقه، أكان في الشدائد أو في الرخاء بالطبع. ما المطلوب عربيا، وما هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا؟ ويا ريت اللي تابعني الآن من المناطق المتضررة ويستطيع التواصل عبر واتساب أو أي وسيلة تواصل أخرى فليتفضل وله الأولوية. ما المطلوب كما قلنا عربيا أمام كارثة الزلزال الذي حل بالمغرب؟ هذه النقاط سنركز عليها في ساعتنا الثانية، وأرحب بكل من يود المشاركة والتواصل. يا ريت الجميع يقف مع أهلنا في المغرب، لعل كلمة من هنا أو هناك أن تحرك نخوة هذه الأمة لإغاثة بعضها بعضا في لحظات كهذه. أمينة مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل. نعزل اللي توفوا وراحوا جراء الزلزال المنكون، نتمنى للمصابين الشفاء. وماذا بيا هذه راهي جاءت سبب من عند الله باه يتقوا الله ويرجعوا للجزائر، والجزائر اقرب لهم من الصهاينه واقرب لهم من كل واحد. يعني الجزائر هي اللي دائما دير فيهم الخير، ويرجعوا الشر. يعني في كل مناسبه يعني نكروا تشفوا في طائرتهم بالباقي، تشفوا بالله يا أمينة يا أمينة يا أمينة يا أمينة بربك، كل اللي اتصلوا من الجزائر يعني مواقفهم إنسانية رائعة وقومية وعروبية وإسلامية. أنت عندك موقف أنا يعني بكل بساطة أراه ليس غير مناسب لهذه الحالة الحقيقة. الناس الآن تحت الأنقاض، تحت الأنقاض، وناس الآن يعني حالات عزاء وبكاء في بعض البيوت.
يعني موقفك هذا غير مناسب مع احترامي لك. نحسوا فيهم الملك اصلا ماهوش معاهم. لا 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 لا, لا مع كل التقدير، مع كل التقدير، موقفك خارج السياق، وكأنك يعني طائر يغرد خارج السرب. تفضلي، مع السلامة، مع السلامة، مع ألف سلامة، مع السلامة، مع السلامة. أنا لست مستعد أن أستقبل مكالمات بهذا العقم وهذا والله أنا مع كل الاحترام الأمينة، لكن يا سيدتي لكل مقام مقال. شو أنت ما عندك الكياسة، ما عندك المنطق، ما عندك العقل؟ لاحظتي كل الجزائريين ما شاء الله عليهم في مثل هذا المقام الإنسان يتحدث إنسانيا وأخويا وينسى السياسة. أنت بدأتي بالسياسة ونسيتي الجوانب الإنسانية. إخوانك تحت الأنقاض وبعضهم الآن نعوش ينتظرون الدفن، وأنت تتحدثي ويرجعوا للجزائر ويبعدوا. خلينا الآن من المسائل الثانية. عارفين هالصهاينة ملعون أبو المحتل الصهيوني، لكن ليس وقته ولا أوانه. هناك حكمة في الحديث. الإنسان في مثل هذا المقام إما يقول كلام خير أو يصمت. والله لو صمتي كان أفضل لك، مع كل التقدير لك طبعا. شو العقلية يا عمي؟ طيب، أكرم من الجزائر: كل تضامني مع إخواني المغاربة في محنتهم، أعزي عائلات الضحايا والشفاء للجرحى. لاحظ الناس كيف تتكلم. غابت عليك هذه الحنكة والحكمة. تصوري أنت عندك لا قدر الله وفاة في أحد أقاربك ولا في جيرانكم، ويجي واحد يصير تفلسف لك في السياسة، تقول له روح ابعد يا رجل، فوقته الآن السياسة. سبحان الله. البعض عندهم مشكلة عمل بصيرة ولا أدري ماذا بالفعل يعني. يا أخي. سفيان من تونس، مساء الخير. سفيان. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. كل التضامن وكل المؤازرة لإخواننا في المغرب ضحايا الزلزال اللي ضرب المغرب. كنا متضامنين باسمي وباسم كل الشعب التونسي أخ صالح، باسم العائلة المصغرة والعائلة الموسعة، كل التضامن مع الشعب المغربي مع ضحايا الزلزال. والله يا أخ صالح بالمناسبة هذه هي الشدائد تورينا قوة الدول وتطور الدول. هل هو تطور معناها قوة صحيحة، قوة واقعية، ولا كلها تصاور وسياحة وخطو ظهرت بالكاشف؟ كان نقارنوا أخ صالح وكان نحطوا حتى الصور ما بين الزلزال التركي والزلزال اللي توا اللي يعانيوا فيه اخواننا في المغرب. فرق بعيد في الامكانيات وفي رده الفعل وفي الخطط وفي وين المعدات، وين التطور؟ هي العباد تحت الردم اخ صالح. والدول هذه دول العربيه، ما نحكيش كان عن المغرب، الدول العربيه هذه ما شفناه فيها في حد شيء. فيها كان في قمع المعارضين واللي جيت وانا حتى ما لاحظت اي مسؤول مغربي جلاله الملك شو اللي عمل؟ يا اخي احنا كشعوب عربيه شعوب مطحونه في الفيضانات مطحونين. طيب دعنا ندعو للتآزر هنا حتى ندفع بالتي هي أحسن. طيب المطلوب أكيد. الآن إذا ليبيا مثلا وهي بلد ميسور عندها قافلة برية تريد أن تسيرها تقطع تونس وتعبر من خلال الجزائر، هل برأيك يجب أن يسمح لها بالعبور؟ حالا هذه حالة حرب ضد الكارثة، حالا ضد. ما فماش شك. يلزم الجزائر والمغرب وموريتانيا الكل هي حقها من البارح في الليل. طيب لكن الجزائر أعلن فتح مجاله الجوي فقط. هذا تحسب للجزائر. الخطوة هذه تحسب. وين المغرب توا؟ وين المغرب؟ يا أخي أنت تمد يدك كان للصهاينة، معناها تمد يدك للبعيد في الشدائد ما تلقى كان خوك أخ صالح، كان خوك اللي بجنبك اللي ظهره في ظهرك ويده في يدك، هو اللي باش يبكي معاك توا، هو اللي باش يعاونك، هو اللي باش يهز عليك الحمل. يا أخي أنت احنا في الحين نمشيو لإسرائيل أخ صالح، نمدوا يدنا لإسرائيل وهاو الجزائري الإخوان في الجزائر معناها مدوا لك يد. حل يا أخي الحدود، ابعد أنت، خلي أعطي الأمم المتحدة هي تتصرف، أعطي المنظمة إذا كنت تبعد أنت على الحرج ابعد. مش وقت حسابات توا، ناس تحت الدم كل دقيقة بحسابها راهو. جميل، شكرا لك. شكرا لك سفيان من تونس، أشكرك.